طيب اتقال مؤخرا انك زعلان شويه، عارف ليه؟ ليه يا باشا؟ ليه؟ بسبب هروب طليقتك شمس. بصي الكلام الموضوع دوت انا حد يعني كذا واحد اتكلم فيه وما بحبش اتكلم فيه خالص، بس هتكلم معاك انت عشان يعني انت، انا اول ما جيت البرنامج قلت لي انت قلبك طيب والبرنامج بتاعك هينجح، لان انا بشوف المذيعه كده طالما متواضعه يبقى مفيش الكلام دوت شكرا. ومفيش اي حاجه من دي خالص. لا ازاي يعني مفيش؟ لا كنت متجوز شمس ولا اي حاجه. بصي شمس طبعا رقاصه. انسي الموضوع ده خالص، كل ده اشاعات. بعد البرنامج هقول لك، ولا انسي الموضوع ده خالص. طب شوف الفيديو ده، اصل الموضوع قصير كتير قوي فيهمني اخد منك خلاصه. هقول لك بالعقل كده، الناس دي بالعقل، في حد يقول كده؟ ده مجلس يعني رئيس مجلس اداره العالم. ده انا عايز استاذ تامر امين. استاذ تامر امين، انا لو انت ما تشيليش الكلام اللي انا اقوله ده، انا اقول لك كلام خطير جدا. مش هشيله اوعدك. الراجل ده بيتكلم ان انا اتخانقت مع شمس وضربنا بعض ورحنا النيابه. قبل ما يتكلم مش لازم نروح النيابه، يعني في محضر. صح. ينفع مذيع يبقى معروف ويتكلم ومفيش اصلا محضر وبيتكلم كده وخلاص؟ ده خدي بقى الجديد بقى، هو بيتكلم على الرقصات، ان الرقصات على القيم والاخلاق والحاجات ديت. اللي يتكلم على القيم والاخلاق ده لازم أن يكون راجل بقى بتاع ربنا وتمام. انت يا استاذ تامر حضرتك ما بتجيش تسهر الا عندي، وكل يوم معاك واحده. انت بتتكلم على القيم والاخلاق، انت ما تعرفش قيم الاخلاق خالص. لو انت بتتكلم، اللي يتكلم ده بقى حد عارف ربنا وبيتكلم. انت بتتكلم ان سعد الصغير اتضرب على، انت شفتني؟ انت شفت رقم محضر؟ ما شافش اي حاجه. اوعى تتكلم على القيم والاخلاق.